مستحقات إبراهيم نضاي تبلغ 1,772,386 دولار، بالإضافة إلى 460,734 جنيه، ولم نتوصل مع الزمالك إلى أي اتفاق. ده كلام مين؟ كلام وكيل نضاي. المفاوضات بيننا وبين مسؤولي الزمالك بدأت أمس، لكنها لم تسفر عن أي اتفاق، سواء بشأن سداد المستحقات أو جدولتها. يعني لا اتفقنا على دفع ولا جدولة. الكلام ده امتى؟ من 4 ساعات. من 8 ساعات خبر عاجل: نادي الزمالك يعلن انهاء كافة القضايا الخاصة بالرخصة الافريقية بعد سداد مستحقات ألكسندر الأوكراني وابراهيم نضاي. يعني ازاي الوكيل بتاع الراجل يطلع من 4 ساعات يقول لك احنا لا اتفقنا ولا على حتى جدول؟ طب يا عم قول حتى جدولنا. ما فيش جدولة ولا في اي حاجة ولا في اي اتفاق. وقبليها ب4 ساعات طلع خبر هشام نصر يقول لك حلينا كل القضايا والزمالك في دوري الابطال واخدنا الرخصه. ولكن ارجع اقول لك انا مش متفاجئ، عادي. انا عايز ارد على بعض الناس الجهلاء اللي بيقول لك انا اول مره اعرف دلوقتي ان الزمالك او ان اي نادي علشان يلعب او علشان ياخد الرخصه لازم يدفع الكهرباء والميه والتريقه. بقى دخلنا في سكه الايه؟ التريقه. عايز الحق حقه يتريق. واحد عايش ببلاش، ولا ضرايب ولا اوقاف ولا كهرباء ولا ميه ولا اي حاجه بتدفع، اتحاد الكوره ولا اي حاجه بتدفع، حقوق اللعيبه ولا اي حاجه بتدفع الا بس اللي على مزاجنا. وارجع واقول لك بقى انا كنادي اهلي ادفع ليه؟ يا كابتن محمود الخطيب احنا ليه بندفع؟ لو سمحت من فضلك جدول. انا شايف واحد متدلع وما بيدفعش اي حاجه وعايش مجانا، انا كمان من حقي اعيش مجانا. اعمل معاهم زي ما كان مرتضى بيعمل، يبقى قابض فلوس الاعلانات ويجي بلسان عمرو الجنايني يقول له يا سياده المستشار لو عايز تسجل اللاعب ده لازم تدفع. مرتضى يقول له مش دافع. يقول له ما انت لسه واخد فلوس الاعلانات، يعني معاه فلوس. يقول له مش دافع. مش بقول لك ان انت تبلطج خالص، احنا نادي مش بلطجي. اقعد مع الناس وجدول معاهم، بس عايز جدوله طويله الامد، 10 سنين، 20 سنه، 30 سنه، 40 سنه. هو الاهلي هيروح فين؟ ما الاهلي موجود. نجدول بقى. لكن مش هقدر اقول لك طبعا ما تدفعش فلوس للعيبه، لان احنا نادي محترم بيلتزم بتعاقداته، حتى لو هندفع فلوس لمدربين قاعدين في البيت